عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهير ستايل. كان في بنات كتير سالوني ازاي بستخدم الشنيور وبتعامل معاه ازاي، وعشان ان هم يستخدموه بنفسهم يعني من غير ما يستعينوا بحد. فانا النهارده هعرفكم يعني ازاي تستخدموه كده. اول حاجه الجزء اللي قدام دي هي البنطه بتاعه الشنيور. هي دي الاساس بالنسبه لنا. انا هوريلكم دلوقتي ازاي بتفكوها وازاي بتركبوها. دي قطعه بتيجي مع الشنيور، بنبدأ نحطها في الفتحة اللي موجودة من قدام دي ونلفها كده، فتلاقوا الجزء اللي قدام ده بيوسع وتقدري تشيلي البنطة دي او تحطيها. البنطة دي مقاسات. المقاس اللي انا بستخدمه ده يعتبر المقاس الوسط اللي هو مقاس 8. في منها مقاسات مقاس 6، مقاس 8، مقاس 10، مقاس 12 وهكذا. انا حاطه مقاس 8 دي وما بشيلهاش لان شايفه ان هي كويسه وهي المتوسط يعني فكويسه. الاساس بالنسبه لنا هي البنطه. طالما البنطه مقاس 8 يبقى انت لما تيجي تجيبي المسامير او تجيبي الفشر اللي هنحط فيه المسامير هتجيبيه برضو مقاس 8. مالكيش علاقه بقى اذا كان المسمار ده طوله كام، 8 6 10 مش هتفرق خالص. يبقى طالما ده الفشر الصغير ده الفشر بنحطه في الحيطه وبعدين نركب فيه المسمار بالشكل ده. انا بشرح لكم بشكل نظري وبعد كده هنطبق مع بعض. طالما خلاص انا جبت المسمار ده كده مقاس 8، ممكن تجيبي المسمار انت عايزاه اطول شويه، هيكون طوله 8 سنتي مثلا، بس برضو مقاس 8. اهم حاجه المقاس دوت اللي هي مقاس الفتحه اللي بتتعمل في الحيطه، اللي هو برضو هيبقى نفس الفشر اللي هو مقاس 8. الفشر مقاس 8 بيتحط للمسمار الكبير، مسمار صغير مش هتفرق، لان هو يدوب على مقاس الفتحه اللي اتعملت في الحيطه. برضو ممكن تجيبي علقات هتكون المفتوحة مقفولة، هتجيبي علقات زاوية، هتجيبي اي شكل كان، يبقى هتجيبي مقاس 8 اللي هو مقاس البنطة اللي انت استخدمتيها. لو مستخدمة بنطة مقاس 10 يبقى هتجيبي كل الادوات بتاعتك مقاس 10، لان خلاص دي مقاس الفتحة اللي موجودة في الحيطة. بس خلاص عندنا اشكال كتير هتقدري تستخدمي كل دول في كل الاستخدامات بتاعتك. عندنا بقى حاجة كمان اللي هو البتاع اللي بيلف فوق ده، الترس ده له اتجاهين. الاتجاه الاولاني فيه زي 3 نقط فوق بعض كده، دول بيبقى للخشب. يعني لو انت عايزه تستخدميه للخشب هتخلي الجزء اللي فيه 3 نقط فوق بعض هو اللي في اتجاه البنطه. يعني كده بقى الجزء اللي في اتجاه البنطه ده، يبقى انا كده خليت الشنيور دلوقتي بيشتغل على الخشب. في الجزء التاني اللي عليه مسمار، انا لو عملته بقى في الاتجاه البنطه كده يبقى انا كده عايزاه دقاق يعني يستخدم في الحيطه. فانا كده عملته خلاص ان انا هستخدمه في الحيطه. تمام. مالكيش دعوه بقى بالسرعات والحاجات دي، هو يدوب ان احنا هندوس عليه ونستخدمه على الحيطه، ان احنا ندوس عليه تفضلي ضاغطه عليه فيدوس على الحيطه. هنطبق بقى دلوقتي مع بعض ازاي بنستخدمه. اول حاجه بتجيبي القطعه بتاعتك اللي انت عايزه تعلقيها وتحطيها على الحيطه كده، ونحدد الاماكن اللي هندق فيها اللي احنا هنستخدم فيها الشنيور بتاعنا. انا يعتبر الفيديو ده مش عامله له اديت كتير عشان عايزاكم تشوفوا الطريقه بالتفصيل. يعني ممكن بنات يكونوا عارفين الموضوع ويقدروا يستخدموه وفي بنات تانية لا. حاولي طول الوقت تستخدمي في الفتحات اللي ما بين السيراميك. ما تعمليش، ما تكسريش في السيراميكا نفسها، علشان السيراميكا نفسها ما تاذيهاش، لكن لو ما بين فتحات السيراميك بتقدري تعالجيه بعد كده لو انت شلتيها. هنحدد الاماكن اللي هنحط فيها اللي هنخرم فيها. يعني انا كده حددت المكانين اهم، باي قلم عندك حددت المكانين بتوعي. هجيب بقى الشنيور واشوف هبدأ استخدمه ازاي. اول حاجة هتحطي الشنيور تعملي يعني حاجة بسيطة كده، يعني سنة صغيرة يا دوبك، بس ان انت بتعلمي المكان اللي انت هتبقي فيه، لان لو ضغطتي جامد مرة واحدة هتلاقي الشنيور جري من ايدك. فيا دوبك بعمل سنة صغيرة كده بتعلم في الحيطة، حاجه بسيطه. وبعد كده يعني شايفين كده يدوب علمت اهي، يدوب بس اتعلم كده عشان الشنيور يبقى عارف مكانه هيمشي فين. وتضغطي بقى على الشنيور تحطيه، خلاص كده يبدأ يشتغل بقى عادي ويخرم لجوه. طبعا انت هتفضلي يعني حاولي تثبتيه بايدك وايدك تبقى ثابته طول الوقت. وعلى فكره مش صعب يعني ان انت تثبتي ايدك، لان طالما خلاص دخل في الفتحه بتاعته هو يبقى عارف اتجاهه خلاص. فانت يا دوب بس هتثبتيه في مكان. اول ما تلاقي التراب بدأ ينزل باللون الاحمر كده اعرفي ان انت خلاص قربتي، يعني ان هو كده خلاص هيخرم خلاص. كده انت بتضغطي عليه بقى لحد ما البنطه تجيب اخرها، يبقى جه للاخر خالص. بقى كده الخرم معايا خلاص اتعمل بقى بالشكل ده.
خلاص كده احنا عملنا الفتحه اللي احنا عايزينها. هتجيبي بقى انا هوريلكم برضو الجزء التاني. برضو بتحطي كده وتضغطي عليه جامد كده لحد ما يوصل للاخر خالص. وخلاص كده التراب الاحمر نزل اهو، يبقى احنا كده وصلنا وخلاص. تحطي بقى فيه الفشر بتاعك كده، وبعدين تقومي جايبه الفشر بقى عادي بيدخل بسهوله، وتجيبي المسمار بتاعك عادي وتبداي تبرميه في الفشر اللي انت حطيتيه. خلاص هو انت هتلفيه بايدك كده بس كده خلاص اتثبت. هتجيبي بقى الحاجه اللي انت عايزه تعلقيها وتعلقيها. طبعا ده الستاند اللي عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات. لو ما شفتوش الفيديو روحوا شوفوه. خلاص كده اتعلق معانا، وبقى ده الشكل النهائي بتاعه، بقى ثابت في الحيطه جدا ومفيهوش اي مشكله. يا رب الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم لو حد مش عنده المعلومات دي يعني او ما يعرفهاش. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. باي.